شكرا جزيلا لدعمكم هذه القناة بالاشتراك فيها والمشاركة. ودية شبيبة القبائل يفوز على شبيبة عمران 3-1. وفي أول مباراة ودية له على الأراضي التونسية، فاز شبيبة القبائل نهاية اليوم ب3 أهداف مقابل هدف على شبيبة عمران المقيم في القسم الثاني التونسي. وبسبب الحرارة التي تشهدها مدينة طبرق حيث يتواجد الكناري منذ يوم الاثنين الماضي، تم تأجيل انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة. وجاء فوز الأصفر والأخضر بفضل أولا لكسيلة بوعالية صاحب الهدف القبائل الأول في الدقيقة 24 من المباراة. وفي الشوط الثاني، أدرك شبيبة القبائل هدف التعادل. وبعد دقائق قليلة كان الوافد الجديد يوليويس بلاش هو من أعاد الأفضلية لفريقه بتسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 66. وفي نهاية المباراة سجل الغابوني الشاب بويسان ماتوت النقطة ليرفع النتيجة إلى 3 أهداف مقابل 1. وقبل استكمال معسكر طبرق يوم 31 غشت المقبل، ستلعب مهرات المدرب يوسف البوزيدي مباراتين وديتين أخريين. سيكون ضد ساكن النخبة التونسية أي السليمان، ثم أس إريانا، من غرفة انتظار النخبة المحلية. وسيسافر الكناري بعد ذلك إلى تونس العاصمة في الأول من سبتمبر للمرحلة النهائية من الإعداد قبل المنافسة، مع تأكيد مباراتين وديتين على القائمة على التوالي ضد النادي البنزرتي والنادي الإفريقي. علما أن المدافع الأيسر لشبيبة القبائل أحمد معمري انضم اليوم إلى صفوف فريقه. ولا يزال لاعب نادي شباب قسنطينة السابق في العلم، وقد حصل على إذن بالسفر. شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة. شكرا جزيلا لدعمكم هذه القناة بالاشتراك فيها والمشاركة. شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة.